بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، أحبائي وأعزائي أصدقاء قناة كوكب الشرق، أهلا بحضراتكم وسهلا في لقاء جديد مع القناة. والنهاردة هنتكلم عن الفنانة إيناس النجار اللي هي دلوقتي في المستشفى وحالتها الصحية بقت صعبة جدا. ادعوا لها بالشفاء العاجل وربنا يشفيها ويشفي كل مريض. بقالها 4 أيام في العناية المركزة، حالتها للأسف بتتدهور يوما بعد يوم، لكن هي حاليا دخلت في غيبوبة تامة، وده اللي صرحت بيه أختها وكمان بعض الفنانات اللي قريبين منها زي منى جلال اللي طلبت من الناس إن هي تدعي لها. إيناس النجار هي فنانة بدأت مشوارها الفني في أواخر التسعينات، وقدمت أدوار متنوعة في السينما المصرية والدراما. اشتهرت بجمالها وأدوارها الجريئة في بعض الأفلام، وظهرت في عدد من المسلسلات الناجحة، لكنها غابت عن الساحة الفنية لفترة طويلة، وده كان ليه تأثير كبير على حالتها النفسية. بغض النظر عن أي اختلافات أو آراء شخصية، الإنسان وقت المحنة ما بيحتاجش غير الدعاء. مهما كان رأيك فيها أو في أعمالها، في النهاية هي في وضع صعب، والدعاء ليها مش هيخسرك حاجة، بالعكس ربنا سبحانه وتعالى يجازي أي حد بيدعي المريض. وسبب تدهور حالتها بيرجع لمشاكل نفسية كان بتمر بيها بسبب ابتعادها عن الأعمال الفنية والوسط الفني لفترة طويلة، وده أثر عليها كتير جدا، خصوصا بعد ما دورها في مسلسل رمضان اللي فات كان صغير جدا، والمسلسل نفسه ما حققش النجاح المطلوب، وكان ده خلال تدخل في حالتها النفسية، واللي حولها إلى حالة وحشة جدا، ووصل بيها الحال إنها بدأت تاخد أدوية معينة بشكل غلط، وده اللي أثر على جهازها العصبي بشكل كبير لحد ما حالتها الصحية تدهورت بالشكل اللي وصلنا إليه حاليا. الموضوع ده بيفكرنا إن كتير مننا بيمر بظروف صعبة، وأوقات الدنيا بتضغط علينا بشكل يخلي الواحد يحس إنه خلاص مش قادر يستحمل، لكن في الحقيقة الدنيا كده بطبيعتها يوم حلو ويوم صعب، وده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. واللي لازم نفهمه إن كل حاجة ليها حل، ومهما كانت المشاكل الكبيرة فهي مش نهاية العالم. ايه اللي وصل نجم زي دي لحبوب الغلة والكلام ده اللي بيتاخد بغرض الانتحار والعياذ بالله، وتاخد الحبوب علشان تخلص من حياتها؟ الحياة مش كلها فرح ولا كلها حزن، ولكن لازم نحاول ان احنا نصبر ونستعين بربنا سبحانه وتعالى. واي حد حاسس انه في حالة نفسية صعبة لازم يلجأ لحد بيساعده. يا اخوانا، مرة واتنين وتلاتة نبهنا، اللجوء للطبيب النفسي مش معناه ان انت مجنون. اللجوء الطبيب النفسي مش معناه ان انت فقدت عقلك. اللجوء للطبيب النفسي مش وصمة، ولا يعتبر. كلنا لازم اول ما نحس بحاجة نلجأ للطبيب النفسي، لان المرض النفسي شيء بيصيب البني ادم زي امراض القلب او امراض الكلى او امراض الدم. ربنا يكفينا شر المرض. كذلك المرض النفسي لابد ان تتوجه لمتخصص عشان يساعدك في الخروج منه، وسواء حد قريب منك او دكتور متخصص. الصحة النفسية مهمة زيها زي الصحة الجسدية واكتر، ومفيش اي عيب في ان الانسان يطلب مساعدة لو حس انه مش قادر يتعامل مع الظروف اللي حواليه. ومفيش اي عيب في الانسان انه يطلب مساعدة لو حاسس انه مش قادر يتعامل مع شكله لوحده. الدين عمره ما كان ضد الطب، بالعكس العلاج مطلوب
زي ما بندور على دواء للبرد أو أي مرض جسدي، لازم كمان ندور على علاج لو نفسيتنا تعبانة. فلو حد عنده اكتئاب أو حاسس بضيق مستمر، مهم جدا إنه يروح للطبيب النفسي علشان يساعده. وده مش معناه ضعف تاني مرة، بالعكس ده معناه إن أنت قوي وبتملك قرارك بإيدك. وأنت كان قرارك إنك لجأت للطبيب النفسي عشان تاخد دواء، وده دليل إنك بتواجه مشاكلك وبتحاول تلاقي لها حل. أتمنى إن كلنا ناخد عبرة من اللي حصل، ونكون جنب بعض وقت الشدة، وإننا نفهم أهمية الصحة النفسية، ودايما ندعم من حوالينا. ربنا يشفي كل مريض ويحفظنا جميعا من أي سوء ومن أي شر. وعلى فكرة، إيناس النجار من مواليد 28 يوليو سنة 1983، يعني هي الآن تقريبا عندها 42 سنة، وكانت بدايتها كموديل في فيديو كليب للمغني بهاء سلطان يا ترى، ورشحها بعد كده المخرج محمد النجار إن هي تقوم بدور مهم في فيلم ميدو مشاكل. شكرا لاستماع حضراتكم، وبعتذر عن الإطالة. دي كانت حلقة عن إيناس النجار. تحياتي وإلى لقاء آخر إن شاء الله.